أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم نبض المواطن. أهلا بيكم، معاكم عماد العطار. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن محطة الضبعة النووية. السيسي وبوتين أهم خطوة. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس الروسي بوتين ونظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشاركان في مراسم عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية. الكلام ده إن شاء الله هيكون الثلاثاء بإذن الله. أعزائي المشاهدين، تعالوا كده نشرح الموضوع. النهارده المتحدث باسم الرئاسة المصرية أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يلقي كلمة في هذه المناسبة حول أهمية المشروع. مشروع طبعا له أهمية كبيرة جدا، وطبعا دخول مصر عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وأكد فهمي أن المشروع ده يا جماعة في الأساس له أهمية كبيرة جدا للغاية لعدة اعتبارات. إيه هي الاعتبارات؟ أولا، حيث يعد المشروع استكمالا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا في مجالات عديدة، خاصة يا جماعة وأن التعاون بين البلدين تعاون طبعا كلنا عارفين تعاون تاريخي بدأ منذ فترات سابقة. طبعا يبان إنشاء السد العالي، ويعود هذا التعاون حاليا من خلال مشروع ضخم للغاية وهو مشروع محطة الضبعة النووية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء. وأيضا تعالوا معنا، أشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن هذه المرحلة من الصبة الخرسانية تعتبر بداية مرحلة للإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع، والذي مقرر طبعا له وفق الجدول الزمني المحدد الانتهاء منه سنة 2028 ودخوله مرحلة التشغيل. يعني إن شاء الله فاضل له حوالي 4 سنوات. وأوضح إن تلك الفترة يا جماعة مش طويلة. الفترة اللي هي مثلا 4 سنين دي مش طويلة. طبعا مقارنة بتنفيذ مشاريع طبعا مهمة جدا زي مشروع محطة الضبعة، أو مقارنة بتنفيذ مشروع مهم كمشروع محطة الضبعة وبهذا الحجم، خاصة يا جماعة في هذا التوقيت. وانتوا عارفين أهمية توليد الكهرباء يا جماعة، لها أهمية كبيرة جدا. ولكن طبعا على أهمية نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في الطاقة النظيفة والآمنة طبعا، وقليلة التكلفة وطويلة الأجل. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين خطوة جميلة جدا جدا، وده شيء يفرح المصريين وأيضا الروسيين. وبقول ربنا يوفقك يا ريس، ربنا يوفقك لما يحبه ويرضاه، وربنا يوفق الجميع يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.